مندوبا عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن راعى وزير الثقافة الدكتور صلاح جرار توزيع الجوائز على الطلبة المشاركين في مسابقة قطار المعرفة الدولية للمطالعة من مدارس المملكة كافة، وهي بتنظيم من مدرسة البحث العلمي في دبي وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. تشجيع القراءة بين طلاب المدارس في الأردن والعالم العربي هو ما تهدف إليه مسابقة قطار المعرفة الدولية والتي أقيمت في مدرسة البكالوريا في عمان. الفائزون في المسابقة والذين سيكرمون في دبي في أيار القادم ثمنوا هذا التوجه الذي يشجعهم على المطالعة والعلم والمعرفة والتي تفتح لهم آفاقا أرحب في العالم. أنا أخذت المركز الأول، كانت مشاركة رائعة، تعلمت فيها الكثير، زادت معرفتي وثقافتي. طبعا أنا بدعو الكل للمشاركة في هذه المسابقة لزيادة معرفته وأن يوسع ثقافته. مشروع هذا المسابقة كثير ناجح لأنه يشجع على المطالعة، وأنا حقيقة لم أكن أحب المطالعة، لكن بعد ما اشتركت في هذه المسابقة صرت أحبها كثير. كانت تجربة رائعة بالنسبة لي لأنه من البداية أنا بحب القراءة وبعتبرها بيتي الأساسي، والمكتبة العامرة اللي عندنا في البيت هي مرجع الأول والنهائي، وهي بالنسبة لي ملاذ ألجأ له في أي حين. الواقع من ضمن خطة وزارة الثقافة أن تقوم بمجموعة من المسابقات في مجال تشجيع المطالعة والقراءة في مختلف محافظات المملكة، بحيث كل مديرية تتولى إجراء مسابقة ثم في النهاية تحدث تصفيات في العاصمة للمتسابق الفائز. لا شك أن المسابقات وسيلة مهمة من وسائل تعميم المعرفة، ولا شك أن القراءة مصدر مهم أو أساسي من مصادر الحصول على المعرفة. القائمون على المسابقة من وزارة التربية والتعليم ومدرسة البحث العلمي في دبي أكدوا على أن نهضة الأمم تقاس بمدى معرفتها، وهذه المسابقة التي يشارك فيها آلاف الطلبة من العالم العربي تنمي الفكر والإبداع لدى طلبة المدارس. الأعداد حوالي 450 مدرسة مشاركة، وعدد المشاركين 13,000 مشترك على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا شارك في هذه المسابقة بعض الدول العربية مثل الأردن وفلسطين ومصر ولبنان وعمان والسعودية والكويت. وقدمت مدارس سانس والنظم الحديثة والعمرية والحصاد فقرات فنية تحث على القراءة لأنها تشكل معالم مستقبل الشعوب والأمم، مؤكدين أن العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم. آلاف المشاركين من طلاب المدارس من الأردن والدول العربية شاركوا في مسابقة قطار المعرفة، وتجربة تحتاج إلى مسابقة محلية لتشجيع القراءة في كافة مدارسنا وجامعاتنا وحتى أفراد المجتمع، لأن الأمم تنهض بعلمها ومعرفتها. محمد العويمر، التلفزيون الأردني، عمان.